السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده هنعمل مع بعض اكله بسيطه واقتصاديه. هنعمل بيتزا البطاطس بالصدق. ازاي؟ تعالوا معايا نشوف هنعملها ازاي. عندي مقدار من البطاطس، انا قطعتها وقلتها عشان دي طبعا دي احنا قلنا بيتزا الصدق بالبطاطس، يعني احنا مش محتاجين عجين. عندنا بصله كبيره، عندنا ربع كيلو صدوق، عندنا البهارات ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبهارات وطماطم وفلفل الوان او فلفل اخضر بس زي ما انتي عايزه، وجبنه موتزاريلا عشان الوش. دلوقتي احنا في طاسه على النار، حطينا معلقتين سمنه وخدنا البصله وحطيتها في الطاسه، هديها تقلبتين كده قبل ما احط الصدوق. وبعد كده هجيب الصدوق احطه بقى عليها، انا كده اديتها تقلبتين يعني بشوح كده فيها. والاكله دي بربع كيلو صدوق بس هتبقى حلوه معاكي. هاخد البهارات واحطها اللي هي الملح والفلفل والبابريكا والثوم البودر والبهارات، احطها معاها وهديها تقلبتين كده حلوين كده، استنى عليها شويه. هو عامه كمان الصدوق ما بيغيبش كمان على النار. بعد كده هبتدي ان انا احط الفلفل. الاكله دي لو انتي عايزاها كمان بفلفل حامي هتبقى جميله، يعني دي زي ما انتي عايزه بقى. بعد ما حطيت الفلفل واديته تقلبتين كده، طبعا انا مش عايزاه ان هو يبقى طري زياده عن اللزوم، انا عايزه برضو احس بيه مع الاكل. هبتدي ان انا احط الطماطم اخر حاجه، وبعدها يعني تقلبتين 3 وبطفي عليه عشان الطماطم ما تتهراش. بعد كده جبت الصينيه اللي فيها البطاطس المقليه اللي انا مقطعاها صغير، ومعاها طبق الجبنه الموتزاريلا، انا حطيت كمان عليه زيتون قطعتها عشان تبقى طعم البيتزا بس تديني نفس الطعم. هاخد الصدوق اللي انا عملته بالطماطم والفلفل والبصل واحطه في الصينيه على البطاطس. هتبقى معايا من تحت راق البطاطس كأنها هي العجين والحشوة اللي احنا عملناها بتاعت الصدوق. وبعد كده اخر حاجة بتبقى الجبنة اللي على الوش. تمام. خدت دلوقتي الجبنة وهحطها على وش الصينية، وبعد كده هبتدي ان انا اولع لها الشوايه. مش هحطها بقى في الفرن بقى اولع لها الفرن تحت، لا، لان طبعا كل حاجه عندي مستويه. انا اللي محتاجاه بس الشوايه علشان الجبنه تسيح بس من على الوش. تمام. هي طبعا مش هتاخد 10 دقايق كده على النار، مادام هتولعي لها الشوايه بس كده من فوق يا دوبك الجبنه تسيح. تمام كده. دلوقتي هدخلها الفرن. كده الصينيه طلعت معانا، هي الصينيه سخنه عشان كده انا مش عارفه امسكها كويس، بس انا عايزه اوريكي الطبقات من تحت. ادي الطبقه الاولانيه اللي هي البطاطس، وبعد كده الحشوه، وبعد كده الوش اللي عليه الجبنه. جبت شويه كزبره كده حلوين، حطيتها كده لمجرد كسرة اللون بس. جبت طماطمايه كده وقلت ايه احطها كده على الوش تدي منظر حلو بيها، ان انا اكسر بس كده اللون. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الاشتراك في القناة. ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في تعليقاتكم، ولو حد عايز اي وصفة ممكن برضو يكتب لي وانا ان شاء الله اعملها.